السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مرة بتشوفوني، يعني اسمي مهنا ودي قناتي. اتمنى تشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا، وتفعلوا لي زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وتحطوا لي اللايك بتاعكم على الفيديو اللي بيعجبكم. بحبكم في الله، ربنا يخليكوا ليا يا رب. انتوا احلى متابعين في الدنيا، انتوا اخوات مش متابعين خالص. يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح الرضا على قلوبكم يا رب. يا رب تكونوا بخير كلكم. عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد وحلو جدا، يا رب يعجبكم. ان شاء الله يعجبكم، وهتحطوا لي اللايك على الفيديو. بصوا بقى، انا النهارده كان عندي ايه. طبعا احنا دي ايه، ده جوع اخر الليل طبعا لما بنكون ايه سهرانين انا وولادي كده. فدي بالنسبه لنا ايه، اكل اللي هو بتاعت السهره يعني. واكله خفيفه ومش هتاخد منك ربع ساعه، مش هتاخد منك وقت خالص. بصوا بقى، صلوا على النبي الاول. احنا عندنا هنا نص كيلو مكرونه و... وعندنا هنا كيس صلصه. انا طبعا مفرزاه وحطاه في الفريزر. انا طلعت كيس صغير برضو مش هنستعمله كله. واللي قدامكم ده طبق شيش طاووق، انا كنت مفرزاه برضو بقطعه صغير كده. ده ربع كيلو. ربع كيلو على كيس مكرونه نص كيلو يعني. هو حلو قوي كده ما شاء الله. عندنا كميه هتزيد هتشوفوا. والفلفل الالوان اللي قدامكم ده انا بفرزه زي انتم ما شايفينه كده، بحطه في اكياس وفي اطباق وفي الفريزر. وهنا معانا الطاجن بتاعنا. احنا انت عايزه تعمليه في صينيه، عايزه تعمليه في طاجن، براحتك اللي انت عايزاه وحباه اعمليه كده او كده، هيبقى حلو طبعا عشان من ايدك. بصوا بقى، التوابل اللي عندنا هنا هنحط بس واحدة شوربة ماجي، ومعلقة ملح، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة كركم، نص معلقة كاري. مش اكتر من كده. ملح وفلفل وكركم وكاري، وبسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط واحدة شوربة ماجي. مش عايزة شوربة الماجي اختياري، مش مشكلة. وعندنا هنا بصلتين وقرنين فلفل اخضر. هنحط طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الفلفل الاحمر اللي قدامنا ده هناخد منه بس ايه، حتة صغيرة من هنا على حتة صغيرة، يعني نص فلفلية ونص فلفلية. عايزة تكتري براحتك، عايزة تقللي برضو براحتك. المقادير دي في ايدك انت يا ست، كل اللي انت عايزاه اعمليه. طبعا انت ست بيت، انت عارفة ايه. هتحطي ايه على حسب بقى، كيلو مكرونة، نص كيلو مكرونة، ربع كيلو مكرونة، على حسب. بس فهي المقادير اللي معايا دي مظبوطة قوي للطاجن اللي قدامي ده. الطاجن ده هياخد نص كيلو مكرونة معايا. بصوا، ومعايا قرنين الفلفل دول وقرنين فلفل اخضر. براحتك انتي، الفلفل ده اختياري. عايزه تحطي فلفل حامي مش مشكله، هاتي قرنين برضو، بيخلي طعم الطاجن ما شاء الله، بيوديه في حته تانية اصلا. عايزه برضو تضيفي شطه برضو براحتك. طبعا الفلفل ده انا مفرزاه. بصوا انا اصلا بطلعه اللي هو ايه، بقطع الفلفلايه نصين وبحط الباقي في قلب الطبق تاني. انا مش بشيل من الباقي اللي انا بشيله ده، مش بشيل منه البذر عشان بيحافظ عليه اكتر وقت ممكن يعني. طبعا انا بفرز الحاجات دي في الفريزر. لما مثلا بلاقي في السوق الفلفل الالوان رخيص، يعني مثلا لما بلاقيه هو بره بيتباع ب40، انا مثلا لقيته ب20 ب25 ب15، بقوم مثلا جايبه كيلو ومفرزاه زي انتوا ما شايفين كده. طبعا لما باجي اعمل اكله زي كده فبلاقي كل حاجه عندي. فهي دي برضو بتبقى افكار حلوه لما بتلاقي حاجات زي كده وبتشيليها مثلا في الفريزر. يعني بتلاقي طلبات، بتجيبي طلبات مثلا البيت، حاجه قدامك صدفه زي كده وسعرها كويس ورخيص، بجيبها وبحطها في الفريزر. هي مش بتخسر، انا برضو بحتاجها في اكله زي كده. طبعا احنا كنا بالليل وولادي جعانين واحنا جعانين ومش عارفين ايه نتعشى ايه. فقلت لهم انا هقوم اعمل لكم الطاجن ده. طبعا ولادي طبعا فرحوا بيه جدا وحبوه، لانه هو بصوا طعمه ما شاء الله جميل والله العظيم. بصوا يعني خلاه عيالي مبسوطين جدا. هو الطاجن اصلا جميل بصراحه، انتوا جربوه هيعجبكم جدا. واكله سهله في ربع ساعه تعمليها، مش اكتر من كده. مش هياخد منك وقت. أكلة سريعة، انت عايزة تحمري جنبه بطاطس، عايزة تعملي جنبه أي حاجة تمام، بس هو كده يكفي يعني أنا استكفيت بيه كده بصراحة ما شاء الله. والمكرونة لما نص كيلو حطيته في قلب الطاجن ما شاء الله زادت، فبقى كميته كويسة مناسبة يعني ليكي. برضو انت عايزة تعملي قليل اعملي، عايزة تعملي أكتر من كده اعملي. بس أنا بوريكي مقادير الطاجن اللي قدامي اللي أنا عملته بيها. دول عندي ايه، دول عندي أنا خدت بصلاية ونص وعملتهم. وبعدين انت حابه تقطعي زياده قطعي. انا النص ده لما
بس انتوا ما شفتوش في الفيديو. لما قفلت الفيديو فرحت مقطعه النص برضو ومزوده على الشاورما اللي قدامكم. بصوا، طبعا انا جبت طاسه فيها زيت، طبعا سخنت الزيت جامد، وده نص كيس الصلصه اللي كان قدامكم. الصلصه دي انا مفرزاها ازاي؟ بعملها ببصل وما بحطلهاش توابل خالص، وبسيبها تتسبك، وبعدين بقوم شايلاها في اكياس زي كده في الفريزر، بطلع الكيس على الاكل على طول. بس طبعا دي صلصه للمكرونه، للمحشي، لطواجن زي كده، مش بتبقى صلصه طبيخ خالص، يعني مش بتبقى بسمنه. بصوا بقى، انا هنا حطيت الفراخ وحطيت عليها ايه، وحطيت عليها فلفل اسمر، يعني ربع معلقه كده صغيره بس عشان بتمنع الزفاره. بص الفراخ هنا عندي ما نزلتش ميه ازاي، ليه بقى؟ لاني انا منزلاها على زيت سخن. اهم حاجه لو انتي منزلاها على زيت بارد هتنزل منك ميه وهتحسي بريحه زفوره. فطبعا لا، لازم يكون الزيت سخن وننزل الفراخ تطش قدامنا كده، وننزل بربع معلقه فلفل اسمر عشان تدينا ريحه حلوه. طبعا مش هنحط اي اضافات دلوقتي، انتوا هتشوفوا انا هعمل ايه خطوه بخطوه. الفراخ دي ما بتاخدش اصلا ايه، 3 دقايق بالظبط كده في التشويح، يعني هي مش بتاخد اكتر من كده. وكيس الصلصه ده انا سبته يسيح، انا خدت نصه وحطيت نصه في الفريزر. انا سبته يسيح وحطيت عليه كوبايه ميه، لان احنا عايزين الصلصه خفيفه، عشان هي دي اللي هتسوي لي المكرونه. الصلصه خفيفه مش الصلصه تقيله. لو انت عايزه تعمليها صبحه او جاهزه تخليها تاخد غلوه واحده وتقفلي عليها على كده، مش اكتر ومش اقل. طبعا الفراخ بصوا انا بقلب فيها بس تقلبتين عشان خاطر ايه، ما تنزلش الميه بتاعتها، يعني انا عايزاها تتحمر. هي مش هتتحمر قوي، هي بس بتتصدم وبتكتم الايه، العصاره جوه. طبعا انا شايفه الصلصه قدامي، بص انا بشوف سمكها، لقيتها هي لسه ما فكتش. لما فكت حطيت لها نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه ملح، بس ومش اكتر من كده. ولما خدت اول غلوة رحت طافية عليها. بصوا هنا بقى هنضيف ايه، هنضيف البصلتين اللي انا قطعتهم معاكم. البصلتين اللي انا قطعتهم معاكم بص هنحطهم في قلب الزيت وهنحمرهم. بس برضو انا سايباهم يتبلوا شوية مش يتحمروا، انا مش عايزة كل حاجة متحمرة كده، لان هي كده كده لسه اصلا هتدخل الفرن و... وهنحطها من تحت، يعني هتاخد السوا كامل من تحت. فانتوا برضو ما تدوهاش يعني انا عايزاها بس تدبل كده مع الفراخ ومش عايزاها اللي هي ايه تتحمر. بس دي التوابل بتاعتي، طبعا نص معلقه كاري، نص معلقه كركم، نص معلقه فلفل اسمر او ربع معلقه، يعني انا عشان الكميه هنا عندي قليله ما حطيتش فلفل اسمر كتير، بس هو هنا باين ان هو عشان حبه بس كبير مش مطحون قوي يعني. بس انا بحبه كده عشان بيدي ريحه. المهم خلاص انا خدت البصل تشويحتين اهو تقلبتين، هحط عليهم بقى الايه، الفلفل الاخضر والالوان. اختياري الفلفل الاخضر والالوان، انت مش عايزه تعمليها بفلافل خالص براحتك، بفلفل حامي برضو براحتك، تمام اللي انت عايزاه اعمليه. هي طبعا هتبقى زي العسل عشان هتبقى من ايديك يا ست الكل. هنقلب برضو مش هنقلب كتير، احنا هنسيب الايه، ها يعني اللي هو مش هنسيبها كتير، هي بالظبط دي على النار. بصوا انا بدوق الفراخ لقيتها ايه، لقيتها داخله على سوا، قلت لا كده خلاص، مش اكتر من كده ولا اقل. خلاص بصوا انا بوريها لكم كل حاجه ما شاء الله، يعني هي ايه، انا مش سايباها اللي هي تدبل قوي، برضو الحاجه تبقى صاحيه قدامكم كده، يعني اللي هو ايه، آه ما تستويش قوي او ما تتهريش منك، عشان كل حاجه انت بتعوزي طعمها في الطاجن في اي اكل عموما، انت حاطه الاضافات دي كلها عشان تديكي طعم. بس كده انا سايبه الصلصه اول غلوه، وهقوم حاطه لها التوابل وهقفل عليها على كده، لان هي اصلا كده كده عندي متسبكه، بس انا كملتها ايه، كوبايه ميه. بصوا طبعا الخطوه دي لازم مهمه جدا 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 في اي طاجن انت بتعمليه، عشان الحاجه ما تلزقش منك، فانت مضطره ان انت تدهني دهنه زيت خفيفه. الخطوه دي مهمه جدا اوعوا تنسوها. اللي معايا في الطبق ده نص كيلو مكرونه، نص كيلو مكرونه. بصوا انا هحط الشاورما الاول، طبعا انا عملت الزيت في الطاجن، هحط الشاورما الاول، ولازم يعني ايه ادوس عليها شويه في الطاجن، بص بالمعلقه كده زي انا ما بعمل، عشان بس تمسك في الطاجن وتمسك في المكرونه لما تحطيها. بصوا انا بوريها لكم اهو معاكم خطوه بخطوه، برضو عشان خاطر ايه، عشان خاطر ما تنسوش حاجه، انا مش قاطعه لكم حاجه من الفيديو، كل حاجه هتلاقيها ايه، متسجله عندكم. بس انا ما حطيتش النص كيلو منه،
كله. ليه بقى؟ لان هو اصلا المكرونه هتستوي في قلب الطاجن، انا حطاها نيه، ما انا ما بحبهاش مسلوقه، المكرونه بتتعجن، انا حطاها نيه. المكرونه هتستوي في قلب الطاجن وهتعلى معانا، فانا ما حطيتش نص كيلو منه. تمام. بصوا بقى الصلصه هنا، صلصه خفيفه ازاي. حطيت منها يعني ده نص كيس، يعني قولي ربع، مثلا ربع كيلو طماطم. ربع كيلو مش اكتر، عشان الكيس اللي انا بشيله ده نص كيلو طماطم. انا خدته نصه، لو انت عايز تعمليها صبحه تمام. بس وانا بحبها بصراحه المتسبكه بالبصل، بتديكي طعم حلو في الطواجن اللي زي كده. اهم حاجه بصوا، انا حاطه الغطا ليه على الطاجن عشان انا دخلته الفرن بالغطا ده، ولما بعريه والاقيه استوى، المكرونه نفسها استوت، بخليه ياخد وش، بشيل الغطا وبخليه ياخد وش، ويبقى كده خلاص الطاجن معايا تمام. بصوا بقى الطاجن عندي مفتح من الجناب ازاي، عشان الزيت اللي انا دهنته في الطاجن لما اديته فرشه زيت كده، كان زي العسل ما شاء الله، الله اكبر، وكانت ريحته جنين وعيالي فرحوا بيه جدا. الحاجات دي لما تعمليها في البيت احسن واوفر وانضف. طبعا انتي ست بيت وام وتعرفي تعملي كل حاجه، مفيش حاجه بعيد عن ايدك، فاحنا لما نعمل كل الاكل ده في البيت احسن واوفر وانضف بكتير من اكل بره، وحاجه مضمونه احنا عاملينها لاولادنا وعارفين هي معموله ازاي، وبتبقى فيها بركه طبعا عشان انتي عملتيها في بيتك. بصوا الطاجن جميل، انا مش قادره احط ايدي عليه معلش عشان هو كان سخن جدا، فانا كنت لسه مطلعاه، فماسكه الطاجن بفوطه. بصوا بقى ما شاء الله، الله اكبر، ده الا طعمه والله العظيم، كان طعمه حكايه. هو ريحته اصلا وهو بيطلع كده من الطاجن، طبعا ريحه الطاجن بالفراخ تحفه، ده الا بقى طعمه. انا عايزاكم تجربوه وتقولوا لي ايه رايكم في طعمه. طعمه هيعجبكم جدا. اتمنى تقولوا لي تسلم ايدك يا ام هنا. انا بحاول ان انا اوصل لكم الوصفه بطريقه سهله وبسيطه، ونعمل كل حاجه لاولادنا في البيت، وما نشتريش حاجه من بره، اوفر واحسن وانضف كمان، بألف هنا وشفا. بصوا طبعا ما شاء الله، يعني انا مش عارفه اوصف لكم جماله ازاي وطعمه ازاي، انا عماله اوريه لكم من قريب، هي الكاميرا ظلماه، يعني هو احسن من كده بكتير، بس والله هي الكاميرا ظلماه، كان طعمه تحفه. هنا بقى انا ايه، بصراحه قعدت قلت طب ادوقه كده قبل ما ايه، قبل ما ولادي ياكلوا، فحبيت ان انا ايه، حبيت ان انا ادوقه. فقلت ايه اصوره الاول من كتر ما هو شكله عاجبني يعني، وكان طعمه احلى كمان، يعني هو شكله عاجبني وطعمه احلى واجمل. اتمنى لو اول مره تشوفيني تشتركي لي في القناه فضلا وليس امرا، وتفعلوا لي زر الجرس وتحطوا لي اللايك الجميل على الفيديو اللي بيعجبكم، وتقولي تسلم ايدك يا مهنا. بحبكم جدا، مع السلامه.